بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله الهادي الأمين. نحييكم في مطلع حلقة جديدة من برنامج صحتي، والذي تقدمه القناة الثقافية يوميا خلال العشر الأوائل من ذو الحجة، ويعنى بالتوعية والتثقيف الصحي، أي يعنى بصحة الحاج في هذه العشر. سبق وتحدثنا عن مواضيع كثيرة منها الأمراض التنفسية، وتكلمنا عن الحالات الطارئة، تكلمنا عن الأمراض الجلدية في الحج، تكلمنا أيضا عن التسمم الغذائي، تكلمنا عن الفقه الطبي أيضا، ونحاول أن نطرق كافة المواضيع. تكلمنا عن الكلى في مداخلة، تكلمنا عن الأمراض العظام، تكلمنا عن أمراض السرطان أيضا في مداخلة. الليلة سنتحدث في موضوعين آخرين على أهمية أيضا كبيرة. الموضوع الأول هو موضوع السكر والحج، والموضوع الآخر هو موضوع الأمراض المعدية في الحج. بداية دعوني أرحب بضيوفي. معي في الاستوديو هنا الدكتور هائل بن مطر العبدلي، استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. أهلا وسهلا دكتور. أهلا دكتور حسن، شاكر ومقدر الدعوة الكريمة. شكرا. أنا أشكرك على حضورك دكتور. ضيفي الآخر من تلفزيون المدينة المنورة، وهو الأستاذ دكتور محمد بن سالم الحضرامي، أستاذ واستشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز سابقا، والآن يعمل طبيب في جمعية البركة الخيرية. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا يا دكتور حسن، وأهلا بزميلنا المشارك لك، ومرحبا بالقناة الثقافية ومشاهديها. حياك الله يا دكتور، وحيا الله على المدينة. دكتور ترى أهلا وسهلا بكم. الصوت يتأخر عندنا شوية، أتمنى أنه يصلح إن شاء الله. ما أدري من عندنا ولا من عندكم، بس يبدو أنه من المدينة المنورة. دعوني أولا قبل أن أبتدي ريثما يعني يستعد الجماعة، لدينا استطلاع للرأي أجري حول الأمراض المعدية في الحج. نشوف الاستطلاع ومن ثم نعود للضيوف الكرام. وقبل هذا أود تذكيركم بأن عنوان الحلقة الليلة هو مرض السكر والأمراض المعدية في الحج. يمكنكم التواصل مع تليفون البرنامج الذي يظهر بين الحين والآخر، أو مع إيميل البرنامج. مشاهدة الاستطلاع الرأي ومن ثم نعود للحديث مجددا مع الضيوف. ماذا تعرف عن الأمراض المعدية المنتشرة في الحج؟ الأمراض المعدية اللي هي الإنفلونزا والرشح، هذه الأمراض أكثرها المعدية في الحج. والله الأمراض عادة تكون هي طول العمر يعني احتياطات عندنا احتياطات السعودية، يعني عن الكوليرا، عن الأمراض المعدية لازم يكون عنها. وقبل الحج يكون يعني رجال الأمن يطعمون كلهم تطعيم كامل ضد الإنفلونزا. هذه هي الأمراض سريعة الانتقال. والله الحساسية والأمراض زي ما تقول الربو، وأمراض الالتهابات، من أمراض الحمى الشوكية والإنفلونزا والنزلات المعوية. وممكن التلافي هذه الأمراض بالتطعيمات واستخدام وسائل النظافة. والله فيها أمراض كثيرة، ومن الأمراض مثل مرض الحمى الشوكية، الحمى يعني من الذي كثرة انتشارها الآن، اللي هي الحمى الشوكية وحمى الضنك والزكام المعدي وزي كذا، يعني أمراض كثيرة. طبعا ضربات الشمس، الحمى الشوكية، النزلات المعوية، يعني هذا أكثر شيء المنتشر. يعني بعض الأمراض المعدية اللي هي زي الإنفلونزا، الرشح، مثلا الحمى الشوكية، ضربات الشمس أوقات النهار، التسمم. كيف يمكن تجنب هذه الأمراض المعدية أو وسائل الوقاية منها؟ والله تجنبها، تبتعد عن الحجيج قدر الإمكان، يعني ما تقرب من أنفسهم ونتكلم، يعني ما تمسك يعني وهو متعرق، تاخذ احتياطاتك، تستعمل الكمام. أول شيء أول شيء التطعيم، يعني قبل الذهاب إلى الحج لابد يكون أنت تطعم، يعني الوقاية من هذه، وعدم الدخول في الزحام بكثرة، لأن كثرة الناس يعني تكثر الأمراض فيما بينهم. عن النظافة ووضع الأقنعة على الوجه. طبعا لما يحس الحاج بأي شيء طبعا يروح للمراكز الصحية المنتشرة.
أهلا وسهلا مرة أخرى أعزائي ضيوف مشاهدي الكرام. دكتور هايل، ما تعليقك أولا على الاستطلاع؟ ما مدى وعي المجتمع بالمشاكل الصحية المنتشرة في الحج أو الأمراض المعدية؟ والله أنا سعيد جدا بهذا الاستطلاع، وأقدر أقول لك ممكن أمشي يعني، لأنه ما شاء الله الآراء تلخص ما أود قوله. يعني فيه ما شاء الله ثقافة جيدة جدا عن طبيعة الأمراض التي تنتشر في الحج، باعتباره يجمع كثير من الناس في مكان واحد في وقت واحد، أعداد كبيرة، وطبيعة الأمراض المعدية، كثير من الأمراض المعدية الانتقال بين الناس يعني، وخصوصا الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. يعني هذه هي الأكثر فاعلية في انتقال الميكروبات بين الناس. وفي الحج بالذات الأمراض المعدية لها تاريخ، والحمد لله قديم. يعني كان فيه مشاكل كبيرة من الحمى الشوكية، الأمراض المعوية، لكن مؤخرا والله الحمد لم يشهد الحج أوبئة. طبعا يشهد أمراض معدية وهذا طبيعي، إنفلونزا مثل ما تفضلوا الأخوة والأخوات في التقرير، لكن التهاب الصدر، لكن أوبئة ولله الحمد هذه لم تحدث مؤخرا في السنين الماضية. يعني نتكلم عن 10 سنين أو أكثر. أوبئة يعني كبيرة ما حصلت، الحمد لله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن يعني الجهود التي تبذل بالذات بالتطعيمات، مثل ما تفضلوا مرة أخرى يعني الأخوة والأخوات في التقرير، ضرورة التطعيم لبعض الأمراض الوبائية، هذه كان لها أثر كبير، وهذا متطلب لأي حاج يأتي من أي نقطة في العالم، لابد أن يحضر ما يثبت أنه أخذ تطعيم عن بالذات الحمى الشوكية. يعني سنأتي للحمى الشوكية بالتفصيل. دكتور سالم، إذا سمحت لي، السكر يعتبر وباء كبير جدا جدا جدا. سوقكم ربما يكون قائم في السكر أكثر من أي ناس آخرين. أوكي. مشاكل السكر تبدأ من قبل الحج، ومن ثم ربما أثناء تحضير الحج، ثم أداء المناسك وبعد الحج. إذا أردنا أن نعرف قبل الحج مريض السكر ما الذي يتوجب عليه أن يفعل؟